السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وعيد فطر سعيد عليكم يا رب. يا رب تكونوا كده بخير ومع حبايبكم. معاكم هدير من قناه بنت من البنات. النهارده رجعت لكم بفيديو يعني عايزه اقول لكم متغاظه منه جدا جدا. ليه؟ الفيديو ده هعرض لكم الحاجات اللي انا ندمت جدا ودفعت فلوس على الارض، بجد والله دفعت فلوس على الارض. فحبيت ان انا اعرضها لكم عشان ما حدش يكرر غلطتي دي. والمنتجات دي ما تجيبوهاش بصراحه يعني، او الحاجات اللي انا جايباها دي ما تجيبوهاش لان ملهاش اي فايده، ما استفدتش منها والله. رميت فلوس على الارض مع انها كنت جايباها غاليه مش رخيصه يعني، بس يلا الحمد لله. او الواحد كل يوم طول ما عايش بيتعلم. اول حاجه انا ندمت ان جبتها الخلاط. هوريكم بس ماركته الاول. اسمه بلاك اند وايت، ده الخلاط بتاعه. بصوا يعني في عيوب غريبه الشكل والمنظر ما تفهميهاش. اول حاجه بصوا هنا من تحت كده، كل ما اشغل بتاع الاقي سواد، والسواد مش عارفه انتوا شايفينه، السواد عامل زي العفن، مش سواد طبيعي، عامل زي العفن كده. والبتوع بصوا شوف ما بقيت بتتحرك بصعوبه جدا. رحت ركبت لها جلده لقيتها بتسرب ميه، رحت ركبت لها جلده ودفعت فيها 25 جنيه. والوليه قالت لي ما اعرفش ايه، والشفشق ما اعرفش ايه والكلام ده. المهم صلحته كده شغله ما بيشتغلش. ده غير ايه بقى، المطاحن، حتى المطاحن بتاعته الجلد ديت ساحت. الجلده دي وانا بشغلها كنت بطحن، مش عارفه كنت بطحن عليها فلفل او سكر مش فاكره بصراحه، ولقيت الجلده هنا ساحت. انتوا متخيلين من ايه ده؟ انا ما يعني انا متجوزه بقالي يا جماعه كام، بقالي 6 شهور، بقاله شهرين عطران يعني. انا ما استخدمتوش غير 4 شهور او 5 شهور. فانتوا يعني والله العظيم ودفع فيه يعني مش رخيص، دفعاه غالي وجايباه من رنين وحش بجد، مش كويس. والمطاحن بتاعته مش كويسه. انا فرحت في الاول ايه، بصوا فرحت قلت ايه الشفشق بتاعه واسع ما اعرفش ايه والكلام ده. وشفت فيديو حد كان عامله بيقول بلاك اند وايت ده حلو وجميل. لما شفته فرانين جبته. كنت انا عامله لكم عنه فيديو كمان. كان لسه بقى بكرتونته قبل الاستخدام. اول ما جربته مفيش شهرين والتالت الاقي المطحنه بتسيح هنا، اللي هو داير المطحنه تسيح. بيطلع سواد كده غريب الشكل، زي عفن كده، مش سواد عفن كده. والجلده بتاعته ساحت. ومن هنا لقيته بيصر ووديته عند حد يصلحهولي. راح جه ولا نافع ببصل. عايزه اقول لكم وجبت واحد غيره. تتخيلوا انا مجملت 7 شهور وجبت خلاط غيره. ادي حاجه احفظوا اسمه بقى، اسمه شكله كده كمان عشان لو شفتوه ما تجيبوش. يعني الصراحه جيبوا توشيبا. التوشيبا في بيت والدي دلوقتي شغال زي الفل، بقاله سنين طالع يعني، واخدينه فحت وردم وطلع عينه وشغال زي الفل. ادي اول حاجه اشيلها لكم بس كده عشان ما لخبطش الدنيا. ادي الغطا بتاعه. تاني حاجه الاخت دي ملهاش اي 60 لازمه في الحياه، يا ريتني ما جبتها. اولا لانها تحس انها ورق، مع انها الراجل قال لي ألمونيوم ومش ألمونيوم والكلام الفاضي والهكس ده والافلام ديت. ملهاش اي 60 لازمه. هقول لكم ليه. بصوا انا اول ما جبتها، بصوا شوفوا الصدى، انا مش عارفه باين اهو، شايفين الصدى. مع ان كل ما بخلصها بدهنها زيت، بعد ما بغسلها بمسحها خالص وبدهنها زيت. شوفوا الاقي مصديه. تيجي تعمل حاجه والخروم بتاعتها شوفوا قد ايه واسعه، قد ايه وحشه جدا يعني. اللي كانت عند والدتي الله يرحمها خرومها يعني الخرم ده مرتين، يعني ده اكبر من خرم بتاع والدتي مرتين. وخفيفه جدا، تحس ان انت مثلا لو حطيتي في حاجه تقيله، مثلا لو بسكوت او حاجه وحطيتي كميه، الايد دي هتتكسر منك 2. فاهميني؟ يعني ملهاش اي لازمه. مش بس دي اللي جايباها، كل اللي في السوق كده على فكره. احسن حاجه بتوع زمان اللي هم كانوا الزهر، لو انتوا عارفينهم. دول كانوا حلوين وبيستحملوا وبيعيشوا، انما دول ورق ما تدفعيش فيهم فلوس، احسن ما لهمش لازمه يعني. صراحه ما لهمش لازمه يعني، الا اذا كنت مثلا هتعملي بسكوت كحك العيد كل سنه وانتم طيبين يعني، فاستخدمي بتاعه والدتك او بتاعه جدتك او اي حاجه وما تدفعيش فيها فلوس بصراحه. ادي تاني حاجه برضك ولا لها 60 لازمه. دي بقى الصدمه الكبرى.
ليه بقى؟ دي استخدمتها مرتين بس، وفي المرتين طلعت عيني، طلعت عيني، وبقيت عايزه اكسرها. ما بتدورش، مع ان انا مجرباها قبل ما وانا بشتريها، جربتها شغاله و500 واط وسلاح السلستين واوعى التركي يا جدع، واوعى معرفش ايه يا جدع، وجبت التركي واديني ما يا ريتني ما جبته، لان متغاظه جدا جدا والله العظيم. انا ما استخدمتها غير مرتين، من غير مرتين، وفي المرتين يعني مش انا عايزه اقول لك ان انا كل مره استخدمها الضغط بتاعي يعلى. زعلانه جدا عليه، دفعت فلوس والله. يعني مثلا يا ريتها تضرب لي طماطم، يعني اقول انها خلاط. مش عارفه، الظاهر ان انا حظ وحش في الاجهزه الكهربائيه باين. تعالوا هنا بصوا، دي اسمها بريفكس، وهي ولا بريفكس ولا تقرب البريفكس بحاجه، وزي الزفت، يعني المفروض يسموها زي الزفت مش زي البريفكس. بصوا تركي هي، والناس بتشكر في التركي وبتاع، زي الزفت التركي ده، ولا اي ليه 60 لازمه. يا تجيبي الحاجه النظيفه الغاليه، يا من توشيبا، اللي هو الفرنساوي ده اسمه ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، مش عارفه الفرنساوي، هبقى نسيت اسمه، فكروني. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما علينا ما علينا. البتاع اللي هي الفرنساوي المشهوره دي، اللي فيها خلاطات وكبات وحاجاتها غاليه كده، بس بصراحه حلو. يعني انا كنت دافعه في دي 500 وشويه ولا 500 وحاجه. بصوا والله العظيم ما لها اي يعني مثلا عايزه اقول لك، جربت فيها طماطم، جربت فيها حاجه، هو مكتوب لك ان كل 30 ثانيه يتم ايقاف البتاع 3 دقايق. يا سلام، تتخيلي يعني ايه 30 ثانيه؟ يعني ضربه كده وتعدي 3 دقايق، ضربه وتعدي 3 دقايق. ده الخلاط برقبتها. يعني انت تجيبي خلاط حتى لو نايم على عينه احسن من دي مليون مره، تدقي على ايدك احسن، تبشريها على ايدك احسن، وحياه ربنا وحشه جدا. ده غير بقى ان اول ما جربتها، بصوا يا جماعه، الفلحوسه بقى، وجايبه كبه وفرحانه بيها. قلت ايه، كان عندي حته لحمه، هما بيقول لك ايه، بتضرب هنا، شوفوا قال يعني لسمير اللحم، بتضرب هنا ايه لحد ايه 225 جرام، يعني ربع كيلو. قلت انا ايه بقى، قطعتها صغنطت خالص خالص خالص، وضربتها هنا انها تدور، ما بتدورش. قلت يمكن انا حاطه كميه كبيره، قللتها مفيش فايده. قلت يبقى ملهاش في اللحمه، بلاش لحم، بلاش لحم، الوحشه اللحم. جيت اجرب فيها بصل، ولا اي حاجه بتدوب. طب اجرب فيها طماطم، ولا الهوا. فانا بقول لكم والله العظيم، ولا تجيبوها ولا تقربوا. انا حاطه، لو انتوا شفتوا حتى الفيديو اللي انا حاطاه عاملاه في النيش، حطاها بكرتونتها كده ايه للذكرى، عشان ما اغلطش الغلطه دي تاني واشتري ولا تركي ولا بتاع. اشتري الحاجه المضمونه، اللي هو الفرنساوي او البراون الالماني او توشيبا، حتى اللي هو تورنيدو، الكلام ده، الحاجات اللي هي النظيفه اللي الناس كلها عارفاها وبتحبها. انما اللي هو البريفكس والتركي والكلام الفاضي ده ملوش اي ستيل لازم. دي حاجه، دي ايه نشيلها الكبه برضك، احطهم كلهم على الايه، على اللي اوريه لكم في الاخر، اللي انا برضك ندمت اني جبته. ادي ايه، بصوا، ادي الكب، حاجه الكب، رميت فلوسهم على الارض. نخش على دي غريبه شويه. عايزه اقول لكم ان من تاني استخدام باظ. يعني ايه، انا اول ما جبتها ما كنتش حابه اجيب ايه اللي هم بتوع البيت، وكان في منها الشكل ده وفي منها البيت. فانا قلت ايه الشكل البيانو وبتاع وحاجات جديده وازاز وما اعرفش ايه. قلت اجرب ايه يعني اللي هو بيلف والكلام ده. فانا جبتها وبتاع وفرحانه بيها وما اعرفش ايه. فجاه لقيت دول وقعوا، ومن لما وقعوا واحده من دي اتكسرت، ومن هنا باظت كده. او شوفوا حتى هنا، بصوا الجوز عاملها لي ازاي. ده جوز اللي عمل لي التصليحات دي فيها. انا كنت حرميه، قال لي لا ما ترميهاش، عمل لي التصليحات دي فيها، وخد لي مقاسات البرطمانات دي، وهيعمل لي واحده ان شاء الله. لما يعمل لي واحده يرميها له. حتى هنا بصوا عامل لي خشبه فين عشان يسند لي اليمتين دول. لقيتهم بصوا يا جماعه، دي راحت في ناحيه ودي راحت في ناحيه، والحاجات دي وقعت كده. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، من غير ما المسها، ولا مثلا خبطتها، ولا عملت لها حاجه، ولا اي حاجه في الحياه. ده هي لقيت لها لوحدها كده، راحت متضايقه من نفسها ومرميه 2، فبصت واتكلت على الله. هو بس جزء رممها لي كده، حتى بصوا ترميمات باينه ازاي. بصوا بقى هشيلها لكم عشان تشوفوا ترميمات.
فهو ايه قال لي خلاص ما كنت حارميها بقى واشتري واحده غيرها. قال لي لا ما يعني عيب تبقي مرات نجاره وترمي حاجه. فبصوا عمل لي كده الحاجات ديت وقال لي بس تستخدميها كده، وخد لي مقاسات الدواير دي وهيعمل لي واحده، ولما يعملها لي هوريها لكم برضك. ايه لو لقيتوا النوع دي او النوع اللي هو مرسوم منه البيت ما تجيبوهوش. دي حاجه. اخر حاجه بقى دي بقى ايه، يعني كل اللي انا وريته لكم مبلوع، يعني ممكن انت تغاضي تجيبي غيره اي حاجه، الا بقى حاجه تانية هوريها لكم حالا، استنوني. بصوا يا جماعه كل يهون كل اللي انا قلت لكم ده كلام فارغ، يعني لا يذكر قدام الحاج ده البوتاجاز. يعني هو بصوا هو اسمه ايه بقى، يونيفرسال نيو كلاسيك، ماشي؟ عشان اكون امينه معاكم واعترف واقول اللي ليا ولا عليا. بصوا من هنا من فوق من العيون 10/10، ممتاز ممتاز ممتاز. والعين يعني العيون كلها كبيره. هفتح لكم عين مثلا بصوا والاشعاع بتاعه حلو. بصوا العيون بتاعته ممتازه عالي اعلى حاجه اهو. بصوا واوطى حاجه وكل حاجه وممتازه، والاشعاع بتاعها اهو ممتاز، والعيون تحفه ما اقدرش اتكلم عليها. كل العيون بصراحه مش العين دي بس، او كل العيون ممتازه وغسيله سهل وكل حاجه، الا عندي الفرن ما اعرفش ماله. اعمله على 180 يبقى شمع، اعمله على 200 يبقى شمع، 220 يبقى شمع. هل هو بوتاجازي انا لوحدي، ولا هو يونيفرسال الماركه دي كده، ولا هو اللي هو النيو كلاسيك ده هو اللي وحش؟ فانا بصراحه ما بقتش عارفه يعني. بس بصراحه خدت فيه مقلب جدا جدا، لان في الفرن عايزه اقول لكم في اول مره ما كنتش اعرف بقى، كنت عملت كيكه فيه عايزه اقول لكم طلعت بلاطه بلاطه، وحتى رب ما قبتش سنتي. ليه بقى؟ انت بتظبطيه على كام؟ على 180. انا ظبطته بقى بامانه الله، ولسه بقى بجرب وفرحانه، وبوتاجاز الجديد والكلام ده. بصوا اهو ده شكله كله بقى، موريلكم بقى بالمره كمان اهو، وفرحانه وبجرب وبتاع. ابص الاقي الكيكه بلاطه، مفيش حق، مش طلع لها حس ولا طلع لها نفس. اتاري ابص الاقي ايه، الحاجه الفرن بيوطى لوحده. قلت يمكن مثلا ايه وطي غصب عني او حاجه. جربته في حاجه تانية، الاقي 10 دقايق ويرجع شمعه، بيرجع على 50 او بيرجع لوقت، فاهم؟ يبقى الزر مثلا، بصوا الزر هنا مثلا يبقى على مثلا الماكسيمم بتاعه، يبقى هو زي على الماكسيمم هنا وكل حاجه، بس درجه الحراره مثلا هنا، انتوا فاهميني؟ درجه الحراره واطيه جدا. فانا مش عارفه هو ايه، يعني كل الافران بتاعت يونيفرسال كده، ولا بتاعنا لوحدي، ولا هو عيب تصنيع، ولا ايه بصراحه. انما من هنا من الفرن هنا ما انكرش، هما ساعات بيستوت كده مش عارفه ليه انا يعني بيستوت بسهوله، مش عارفه ما اعرفش بيستوت كده وسمار، مع اني والله بغسله على طول. يعني عندك اكتر عين بستخدمها دي نظيفه، انما العين دي لما بستخدمها ما اعرفش بتهبب ليه كده. فما مش عارفه مش مظبوط. بس هو بصراحه الشعلات نارها عاليه وشديده وتسعفك في اي حاجه، وبتسلق بسرعه وكل حاجه، ما عدا مش عارفه، ما عدا الفرن وحش جدا، والبتاع بيهبب بسهوله. مش عارفه يعني. حتى الحمالات بتاعتها، شوفوا الحمالات بتاعتها تحس زي ما يكون، يعني مش عارفه دي ايه، مش ناعمه كده، تحس ان الحمالات بتاعتها خشنه كده غريبه الشكل، زي ما تكون الصدى وكيلها والله العظيم مش عارفه الصدى وكيلها ولا بتاع ده. يا جماعه 6 شهور ما لحقتش، وحياه ربنا ما لحقتش ابوظه حتى، يعني حتى لو انا مهمله او حاجه او ما كده ما لحقتش ما ادونيش فرصه ابوظ فيه، هو جاي بايظ جاهز. فانا بقول لكم لا، حتى لو عايزين تشتروا يونيفرسال ما تشتروش اللي هو النيو كلاسيك ده. فانا حتى عن نفسي انا قلت بقى ايه، مش عارفه بقى اتصل بالشركه ولا ايه، ولا ما اعرفش بصراحه يعني. فانا قلت هجيب حد بقى، اشوف حد يصلحه لي بقى كده، ولا يشوفني الفرن او استعوض عنه ربنا بقى وخلاص، امري لله. يلا دي حاجات يا جماعه انا قلتها لكم والله العظيم، يعني ما تجيبوهاش ولا تفكروا ولا تهوبوا ناحيتها تجيبوها. بصوا اجيبه لكم، قاعدين اهم مرميين كلهم، بصوا اتفرجوا منظر لا يسر عدو ولا حبيب، وجنبهم ايه
البوتاجاز الفظيع الرهيب، كلهم ايه حاجات مطبخ. فايه ده حاجات كده، حاجات بسيطه، يا رب تكونوا استفدتوا منها وما تحاولوش تجيبوها يعني عن تجربه يعني. يلا يا رب تكونوا حد استفاد او حاجه وبقى انا هسيبكم بقى عشان انا ضغطي عالي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.